الإنتر يعود من جديد في أولى مبارياته في الدوري الإيطالي تحت قيادة كريستيان كييفو مدرب الفريق الجديد بعد سيموني إنزاجي. الإنتر يفوز بخماسية على تورينو في أولى مباريات الدوري الإيطالي. ماتش كل حاجة فيه كانت حلوة من قبل الإنتر، كل اللاعبين كانوا حلوين باستثناء باريلا شويتين، وهتكلم عن سلبياته. يعني في كورة في الشوط الأولاني، في كورة فقدها مرتين أنا لاحظتها في أقل من 10 ثواني، فقد الكورة، بعد كده الكورة رجعت له تاني برضه بصها غلط. ما كانش أفضل حاجة النهاردة باريلا، بس مجمل الأداء بالنسبة للاعيبة النهاردة في أول ماتش تحت قيادة كريستيان كييفو كانوا مبهرين. وكأن كريستيان كييفو كده كأنه مثلا في الانتر بقاله مثلا 4 سنين، لا مش أول ماتش مثلا في الدوري. هو قاد الفريق في كأس العالم للأندية في ظروف كانت صعبة على الفريق، في ظل الغيابات وفي ظل ما بعد نهائي ميونخ مع باريس سان جيرمان واللي خسروا الانتر. فما كانش الحكم عليه في بداياته مع الانتر في كأس العالم، ولكن من خلال الدوري في أول ماتش 10 من 10 كريستيان كييفو قدر ان هو يلعب بطريقة سيموني إنزاجي، نفس الرسم التكتيكي 3-5-2، ولكن مع اللي انا لاحظته النهارده كام نقطة إيجابية في لعب بطريقة الانتر النهارده مع كريستيان كييفو. تضييق المساحات في الدفاع، في حالة الدفاع، وأيضا تضييق المساحات أو تقارب الخطوط في حالة الهجوم، سرعة الجانبين، مع اللعب المباشر من العمق. يعني مع سيموني إنزاجي الانتر كان بيحضر ياما، كان بيباصي بالعرض ياما، ولكن مع كريستيان كييفو الباص في العمق أسرع. الضغط العالي اللي أنتج عنه هدفين، واحد ليه لوتارو الهدف الثالث، والهدف الخامس لبوني برضه من صناعة لوتارو مارتينيز. أنا عجبني النهارده سوسيتش. هو لعب في كأس العالم للأندية، أدى أداء كويس، وده كان رهاني بالنسبة لي. أنا كنت أتوقع منه أداء كويس بس مش بالحلاوة دي في أول ماتش. بصراحة ولا أخفى عليكم سرا، لوكا مودريتش ومسيرة لوكا مودريتش، هو كرواتي وسوسيتش كرواتي، فمسيرة لوكا مودريتش في خطر، بريزيتش برضه في خطر، كوفازيتش في خطر، مانزوكيتش في خطر، راكيتيتش في خطر، أي حد من كرواتيا فمسيرته في خطر، لأن سوسيتش قادم وبقوة. أداء النهاردة بسم الله ما شاء الله حاجة آخر جمال، موجود في كل مراحل اللعب، موجود في كل حتة في الملعب، في الحالة الدفاعية موجود. أنا فاكر له كام كورة وكذا كورة، أكتر من 3 كور بيقطعهم، فيهم واحدة كانت بفاول، بس تدخلاته جميلة. عمل أسيست والأروع لماركوس ثورام، أنتج عنه الهدف الثاني وفينش عالمي من ماركوس ثورام اللي كان نجم من نجوم الماتش النهارده، بل يمكن يكون نجم الماتش. كان باستوني برضه كان مبهر، سوسيتش كان مبهر، لوتارو كان مبهر، دي ماركو قبل ما يطلع كان كويس نوعا ما، مختريان كان مختفي ولكن برضه كان كويس نوعا ما. اللعيبه اللي نزلت برضه كانت كويسه. اندي ديوف لسه انا مستني منه اداء افضل من كده. يا ريت ما ننساش ان كريستيان كييفو متأسس برضه في اياكس، يعني الكرة الشاملة. ما اعرفش بصراحة لعب عندهم كام سنة، ولكن اللي اعرفه ان هو من محبين الكرة الشاملة الهولندية مع مزيج من الكرة الإيطالية والتكتيك. وطبعا كان من رجال الثلاثية مع جوزيه مورينيو في 2010. يعني الراجل شارب
تكتيك او شارب تدريب زي ما بيقولوا كده، لان هو طبعا اتمرن تحت قياده مدرب عبقري والافضل في التاريخ جوزيه مورينيو. طبعا اكيد جوزيه مورينيو هو افضل مدرب في التاريخ، دي حاجه لا تقبل القسمه على اتنين ولا تقبل النقاش ابدا. الانتر النهارده كان كويس، الانتر النهارده كان ممتع. هل الانتر هيستمر على نفس النسق ونفس الضغط العالي واللياقه البدنيه اللي علت واللي انا لاحظتها النهارده في كل اللعيبه باستثناء لوتارو اللي كان مش افضل حاجه من الناحيه البدنيه، مع انه كان بيضغط بس ما كانش اسرع حاجه، ما كانش اخف حاجه؟ هل الانتر هيفضل على نفس النسق في قادم الماتشات، ولا دي حلاوه البدايات في الدوري الايطالي؟ هنشوف. اتمنى طبعا ان الانتر يفضل على نفس النسق مع كريستيان كييفو ويعلى كمان، لان في ماتشات دوري ابطال فيما بعد اللي لسه هيختبر فيها كريستيان كييفو. وطبعا هو ما دربش اي فريق قبل كده في الدوري، في دوري ابطال اوروبا. يعني سيموني انزاجي قبل ما يجي الانتر كان مع لاتسيو لعب ماتشات في دوري الابطال، فاحتك نوعا ما بدوري الابطال. كريستيان كييفو راجل خام، ما ضربش اي فريق لعب بيه في دوري الابطال، فهيكون لسه احتكاك اكتر في دوري الابطال. فهنشوف هل هيكون على قدر المسؤوليه. ما بقولش ان هو هياخد البطوله، ولكن زي ما سيموني انزاجي في اول موسم لما طلع من ليفربول بس ادانا ايحاء ان لا، ان في حاجه، ان سيموني انزاجي قادم، ان سيموني انزاجي هيكون ليه بصمه في دوري الابطال حتى وان لم يتوج. ولكن هو حاول، وصل مرتين في 4 سنين، فدي حاجه ممتازه، خصوصا ان الانتر كان بعيد عن دوري الابطال او بعيد عن نهائيات في دوري الابطال من 2010 من ايام جوزيه مورينيو لما توج بالثلاثيه. فهنشوف كريستيان كييفو هل هيدينا بوادر انه هيكون على قدر المسؤوليه ويكون قد طموح وقد امكانيات فريق بحجم الانتر ولا لا. اتمنى طبعا انه يكون على قد الامكانيات. ومع الاداء ده ومع الحلاوه دي احب اختم الفيديو بحاجه واحده: فرصه انتر. وبس كده، سلام.